شفتوا ليش مكتئبة اليوم؟ لأنه كمان آخر فترة كل ما ألبس لبس ألاقيه صار ضيق علي. التنورة اللي وريتكم اياها على أساس كنت حلبسها صارت ضيقة. تخيلوا التنورة هذه لبستها كنت في أمريكا السنة اللي فاتت بالضبط، تقريبا شهر 12 كنا في أمريكا وقتها، والتنورة هذه كانت فضفاضة علي. اليوم لبستها لقيتها ضيقة، قلت لا والله. المهم لبست بدالها الجينز هذا اللي شكله كذا غريب فضفاض، بس إنه يعني عرفت الحركة هذه. المهم حلبس معاه حزام لأنه الجينز واسع، يعني حاليا هو واسع، بس إذا استمريت آكل زي ما أنا وحلا وحركات فحيصير ضيق، فلازم نتدارك الموضوع. بس كمان هذا الصندل يا جماعة برضه جبتهم، لا مو من أمريكا، جبتهم من ماليزيا من براند اسمه ستيف ما أدري والله نسيته. المهم مرة الشوز مريح غريب، بس هو مريح. هو عبارة عن صندل زي كذا، هو مرة غريب، بس هذه كأنها بطانية كذا، فمريح جدا في اللبس. المهم حلبس كمان هذا الحزام، وكمان أبغى أخذ شنطة صغيرة وشيء جديد ما قد لبسته، لأنه أيوة هذه ما قد لبستها، هذه كوتش، لأنه أنا أصلا ما أحتاج شنطة، أبغاها كديكور، وهذه ولا مرة لبستها، فهذه هتكون لها أول طلعة. بس قبل ما ألبسها هتعطر. هذا ريبليكا، هذا الشتوي حسيته كذا ريحته لبان، ريحته عراس حرفيا، ريحته مرة حلوة. توني أستوعب شيء، إنه الحزام لونه نحاسي والشنطة لونها ذهبي والبنطلون فيه حركة باللون الفضي، فإيش الميكس الغريب اللي صار هنا؟ أنا ما أدري، بس حسيت إنه يعني عادي مو بطال كذا طالع. بس تعرفوا أنا أصلا لاحظت إنه ما عندي شنط بالسيلفر، فهذه حجة إنه إيش نروح نتسوق ونجيب شنط. لو تلاحظوا كل شيء فيه ذهبي 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 ذهبي. هذه الشنطة الوحيدة يمكن اللي هي بالفضي عندي، وفي واحدة سوداء كمان فيها فضي، بس إنها كذا شولدر باج. أنا ودي كان ألبس إنه شيء يكون زي كذا، فقلت خلاص I don't care اليوم، المود يعني عاد ماشي، فاللي يطلع معي خلاص هلبسه. ما استوعبت شيء ثاني، إنه مرة ما في وقت. تخيلوا الآن الساعة 5:30، يبغالي استشور شعري وأروش شعري وأوصل للصالون الثاني اللي هو في مول أصلا، يعني شكلي حخلص الساعة 7، أنا حاجزة الموعد الثاني الساعة 6. وات كيف كذا الوقت قاعد يعدي بسرعة مرة مو طبيعي. لما نطلع هاتوا إلين حق البروبيوتكس أخلطهم مع لبن. هذا اللبن أشتريه عشان أخلط فيه بروبيوتك، لأن هي اللبن مرة تحبه، ولما أحطه كذا في المويه ما ترضى تشرب بروبيوتك، لما أحطه في لبن أو حليب ثاني ما تبغى. give me cup، وأعطيني هذا اللي تخلط العصير. كمان شوفوا إيش لقيت لها، هذا الفيتامينات جبناها من أمريكا، وتخيلوا نوري وخري قاعدة في الدولاب وأنا نسيت إنه جبت لها. المهم شيكت على تاريخ صلاحية كويس، سألت شات جي بي تي قلت له كيف، وقال لي عادي، يعني إذا تاريخ الصلاحية مكتوب إنه يعني في بعض الأدوية تعرفوا لما تفتحوها عندكم فترة معينة تشربوها حتى لو في تاريخ صلاحية. لولي بطارية حتخلص حقكم. فقال لي لا عادي، إذا ما في شيء مذكور إنه خليها تشرب. give me سبون، أعطيني ملعقة لولي، أي ملعقة. أها نطلع هذا. يلا الآن تقدري تخلطي. أخليه اللي جوا؟ يلا جوا مرة جوا. This for her work is already started. أيوه. وهذا الثانية تاخذ كم حبة واثنين. Wait, Mama, this trend is so popular. It's more. لولي ما نبغى ترند، أنا ما عندي وقت لولي. أنا ما عندي وقت. طب شكرا إنك عدمتي المطبخ. يلا أهم شيء تشربوا كويس بسرعة. تعالي لا تطرش. يعني عارفة سوت دوامة وش اسمه، وصارت هي الدوامة. يلا بسرعة. إلين والله ما عندي وقت، أنا متأخرة يا لولي، بليز أنا متأخرة. اشربي هذا بسرعة، خلصيه هذا، خلصيه just لبن.
يلا توكل على الله، روحي. اكيد ما تبي تيجي معانا؟ ار يو شور؟ حخبي الريموتات كلها. اوكي حشوفك بالكاميرا بعدين. انا كمان بشرب فيتاميناتي لانه عندي فيتامينات قبل الاكل وفي فيتامينات بعد الاكل، فحاخذها. ما عندي وقت. ما احب تكون متوتره، بس ما احب كمان احد يعطيني مواعيد، ما احب المواعيد. سوسي قاعد في الحوش، ساب نوري قال له كخ وطلع الحوش. عصبوا، مشاكل بينهم اليوم، مشاكل زوجية. سيمبا ونوري متضاربين. يا رجال حرام عليك، روح صالحها نوري، هذه مسكينة. سيمبا ما فايدة، عنيد راسه يابس. اليوم يا جماعة خليت روكسان تنظف الجلسة هذه الصباح، قلت لما تصحي رشيها كذا بمويه وطلع منه التراب. شوفوا كيف، قلت لها غسلي كل شيء بالمويه، كل شيء حتى الطاولة غسليها بالمويه. فغسلت لي الأشياء اللي قاعدة تنشف الآن. على الأقل إيش البروجيكتور صار كذا إنه نقدر نشيله ونوديه أي مكان صغير ملموم. فقلت عبد الرحمن حرام نستغل. المكنسة هذه لازم، المكنسة لازم ناخذها. المكنسة السوداء هذه. يلا ايش يا جماعه اشياء البيت عبد الرحمن يعني شوي وانا حاخذ المكنسه وحروح اصلحها. هذه مكنسه ثانيه طبعا اللي خربت، صار لها في المستودع. وقسم بالله صار لها في المستودع اكثر من هي لا لقيت فاتورتها ده امس 6 شهور يمكن. لقيت فاتورتها لقيت فاتورتها. ايوه طب ليش ما لما اقول لك تعال ناخذها معنا المول المفروض تقول ايوه هتسويها؟ ايوه ما قلت لك لا. لا تبغاني انا اجري واحطها في الصيانه؟ لا والله سمح معاك. لو كنت حتاخذها كان اخذتها قبل 6 شهور مو الان. ما فاتورتها مو موجوده عندي. هذا اللي هنا عاد ما اخذت الساعة 45 ما اخذت موعد ولا شيء. ان شاء الله يستقبلوني وما يكون في زباين. وصلت الصالون حروش شعري. تعرفوا ابغى اروح اصبغ هذا نفس اللون هذا البني، احس انه احلى من الاسود اللي هو كذا بني، ما ادري مو بني رمادي ولا بني اشقر، ما ادري ايش الدرجه هذه، بس تصير معاي لما تضرب الاضاءه على شعري، لانه انا شعري الاسود هذا مو صبغه سوداء كانت، اتوقع انه كان تونر، فعشان كذا طلع اللون من شعري يعني لو تشوفوا. فابغى افتحه بهذه الطريقه، ما ادري احس هذا اللون احلى البني. الله على الحركات. الله لا تخليني انام في المغسله. الهام تبغى خوف سيرتي والفلتر هذا. المهم فوشنا الشعر. الهام اليوم ابغى ستريت بدون وين، ما ادري قلت نغير والله. سبحان الله، يمكن لانه بدايه اسبوع كذا خلاص ما نبغى الويفي للويكند، بدايه الاسبوع ستريت. اليوم نبغى ستريت، وكمان ابغى اشوف ايش وضع الفرقه هذه مع الاستشوار، لانها هي تبين. شوفي لي بالله هذه، مو فاكره اول كان عندي هنا زي الصلعه، شوفي لي اذا تحسنت، شوفي لي اذا تحسنت ولا لا. ها بودره؟ لا بس فيه حلو يعني، قصدي تحسن هذا المكان. لا حلو. اول كان مصلع تتذكري ولا لا؟ لا علشان انت عندك الفرق فيه. ايوه بين لك هو خفيف. ايوه. يا ضنايا لقيت هذه القطة الكيوت، استناني أول ما طلعت من الصالون لقيتها واقفة. أوه يو سو بريشس. شكلها قطة بيت هربانة أو تخلوا عنها ما أدري. المهم ودي أخذها عندنا في الحارة عشان هناك دائما أنا أحط أكل القطط.
اجيب لك اكل ولا اخذك معانا الحاره؟ هناك دائما في اكل ترى، اكل جاف، اكل رطب، كبده، قلوب دجاج، كل شيء كل شيء يخطر في بالك. حسيتها اليفه اقدر اخذها معايا، ما ادري عبد الرحمن يقول لي لا بس ودي اخذها واحطها في حارتنا هناك. هي مو بعيد عن بيتنا بس ما حتوصل له يعني. تيجي معانا؟ اروح اجيب لها اكل على السريع السوبر ماركت. ايش رايكم بشعري؟ اليوم سويته ستريت، قلت اغير اخذ سله احتياط لانه دائما كيف ورط ما اخذ سله بعدين اخر شيء اقعد مع مليون الف شيء في يدي. المهم دائما اجيب هذا، احب هذه البقاله لانه عندهم فواكه مقطعه وكذا. حاخذ بطيخ اذا اليوم قعدنا نسهر ناكل منه، وهذا شمام شكله لذيذ صراحه، شكله يفوز. ناخذ واحد شمام، ولو في رمان، ايوه في رمان ان شاء الله ما يكون خربان، بس ناخذ رمانه، صحن رمان. هاخذ باكيت بلو بيري عليه عرض 39، بسم الله 39 درهم، كان حيطيح واجيب العيد. فهذا هناخذ منه واحد نقنق عليه اليوم مع السهرة. جوافة، أنا أحب جوافة، هاخذ شوية جوافة بس يبغالي أروح أجيب كيس. الأكياس اللي عندهم هاي. Can I have a bag? Yes, thank you. I want this please. Yes. Oh, thank you. لازم ننقي لأنه yes not too much. يلا أتوقع كذا كويس. Yes good. اوكي أتوقع بس كذا كافي. أفوكادو صح، عندنا توست في البيت حسوي عبد الرحمن بكرة، أفوكادو توست. بس هجيب اللي مو مرة طرية، هذه كويسة I think. Yes this also already have. thank you. okay. يلا خلصنا، باقي ايش؟ باقي القطة، نروح نجيب لها الآن أكل. أتوقع هجيب لها كبدة أو قلوب شيء زي كذا. شوف ايش لقيت. بابايا، أنا مرة أحب البابايا، الرحمن ما يحبها. ناخذ، أدري إذا القطط راح يعجبهم هذا الشيء. لا هذه بس تخيل بدرهمين يا بلاش، 3 دراهم تقريبا. بس تعرف ايش مشكلتها؟ مغلفة، كل واحدة بحبتها مغلفة. هاخذ لهم من هذا عجبهم المرة اللي فاتت، كذا ميكس أشياء بحرية. وكمان أدري إذا القطط راح يعجبهم هذا الشيء. لا هذه بس تخيل بدرهمين يا بلاش، 3 دراهم تقريبا. بس تعرف ايش مشكلتها؟ مغلفة، كل واحدة بحبتها مغلفة. هاخذ لهم من هذا عجبهم المرة اللي فاتت، كذا ميكس أشياء بحرية. وكمان كتبها كبدة وكذا، بس صراحة شكله ما في كبدة وقلوب، أو يمكن إنها هنا. استنى خلونا نشوف دقيقة. أيوة شكلها هنا، أيوة هذه كبدة. القطط مرة تحب الكبدة وكذا، خاصة قطط الشارع يعني، مو قطط البيت، ممنوع تعطوهم أشياء نية قطط البيت. طيب أخذنا الكبدة وبس. والله خلونا نروح نحاسب ونأكل القطة. بشوف لها أكل القطط الجاهز اللي تحب الهالوين وهذه الأشياء. شوف إيش لقيت هنا، عندهم شوكولات الهالوين، شكلها حاخذ لها واحد. خذ لها هذا يس. لقيت عندهم هذا النوع من الأكل، هذا عيالي يحبوه، راح أخذ لعيالي منه. بطيخ تلاقيه مفعص هناك جوا، نشكل لهم، جيب لهم كذا نوع. تعرفوا قططي ايش يسووا؟ ياكلوا بس السائل اللي جوا الأكل الرطب ويسيبوا الأكل ما ياكلوا، ما أدري ليش حركتهم دائما يسووا كذا. اوكي القطة اللي في الشارع قررت اشتري لها هذا أكل جاف على أساس ايش ترجع له بعد لما تجوع. حطلها الكمية كلها وهعطيها كمان رطب، أكل رطب. بس ايش اخذ ما أدري. أخذ لها مكس لها هذا النوع، أو تعرفوا ايش، هاخذ لها علبتين من هذا وخلاص أسهل. في جبنة إلين مرة تحبها، هشوف إذا عندهم عندهم الكوتج تشيز، هذا مرة مفيد على فكرة. الجبنة اللي تحبها إلين هذه هي. هاخذ من هذه وهاخذ من هذه. هاخذ واحد بيض، عندهم هذا الأورجانيك، ما لاقي إلا
بقالات نادر يعني ما الاقيه.